السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. يا ولاد يا ولاد، رجعت شغلي القديم. بسرعة كده تعالوا نشوف احنا عملنا ايه النهاردة. اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. وشغلي القديم ده هقول لكم ايه ظروفه وايه تفاصيله. تمام. هنا انا كنت بعد اسبوع بحاله قعدت في البيت، حاسه ان انا بجد والله العظيم ربنا يدوم علينا الصحة، والصحة دي نعمة من عند رب العالمين. وتعالوا النهاردة هقول لكم ايه اللي انا عملته في الشغل. وكمان اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. هنا كده عايزة اقول لكم كمان ناس قالوا لي ايه، ناس قالوا لي ان انت كنت ممكن تورثي الست دي. الست مين؟ هقول لكم عليها. طبعا انا كنت صغيره، كنت بصدق اي حاجه لاني مش مدركه ومش عارفه اي حاجه. تمام. اول هام كده، انا كده بصبن الترابيزه دي كنت بستعملها في الاكل، واكل النهارده بسيط جدا وحاجات كلها بسيطه جدا، لان تقريبا الاكل اللي انا بعمله ده لفردين. هنا دي كانت فراخ بالصويا، شرايح فراخ بالصويا والفلفل الالوان والفلفل الحراق، وممكن برضو نشوي شويه بطاطس ونحطهم معاها. افكار ممكن انتوا تطبقوها يعني. هنا ده سجق اسكندراني، طبعا كان جاهز وانا كنت عاملاه بصل وفلفل وطماطم وطبعا اشتغلت هنا دي كانت مكرونه، وانا يا جماعه بقيت شهيره جدا في المكرونه مش اي مكرونه، هنا بطاطس بوريه. وفرق كبير جدا بين البطاطس المهروسه والبطاطس البوريه. هنا كانت سلطه جميله جدا اللي هي بالبنجر وشرايح البصل. هنا كان بتنجان بالطشه بالثوم والفلفل والكلام ده. وهنا كانت شويه صلصه صغيرين للمكرونه، لانها يعني انا ما كانش فيه هنا شويه رنجه. هنا ما كانش فيه مكونات اصلا ان انا اعمل اكل، فانا عملت الاكل كده اللي لقيته عملته. يعني الحاجات اللي انا لقيتها عملتها. ممكن اشتغلت من غير توم، يعني بدل يعني المفروض في بعض الاكل ده توم الفريش، ولكن ما كانش فيه توم فريش، فاشتغلت ببودرة التوم. نشتغل بأي حاجة ونزق الأيام بأي حاجة ونعمل بأي حاجة. هو ده الصح، ما نقفش عند أي حاجة. تمام. وبعد كده هروق المطبخ، وانا كده تقريبا بفنش وبروق. والنهارده الراجل المفروض بيشتغل في المكان ده ما جاش، بس انا قلت احسن ليه بقى احسن. واحد كده بيشتغل براحته، ممكن بعد ما اصور مقطع او اي حاجه، يعني براحتي اقعد براحتي، لا مؤاخذه، البس حاجه خفيفه مش عارفه، لا مفيش اي حد في البيت غيري. وطبعا اكيد بيبقى عندنا الحريه الكامله ان انت ممكن تشتغلي باي طريقه، ادام انت مش قصاد كاميرا ولا معاكي اي حد، فممكن تبقى براحتك، ودي ميزه. وانا بحبها جدا في اي شغل. لا احب ان انا اكون معايا ستات ولا رجاله صراحه يعني. زي ما انتم شايفين كده هنا بروق وبفنش. عايزه اقول لكم ايه بقى. اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا النبي. والله يا جماعه بنسى الكلام. عايزه اقول لكم طبعا الست الجميله الطيبه الكريمه. انا يا جماعه في ناس بتقول لي انت خدامه. انا مش خدامه، انا تربيه بشوات. انا شفت اللي محدش شافه وعشت اللي محدش عاشه. بتكلم بجد. انا طفولتي كانت رغم ان كانت طفولتي ما كانتش اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي مع اهلي، بس عايزه اقول احلى وقت واحلى حياه واحلى عيشه. عارفين يا جماعه انا اوضتي دي كانت عامله ازاي؟ انا كنت عايشه في فيلا. فاهمين يعني ايه فيلا؟ والله العظيم بتكلم بجد. انا كان ليا اوضه، والله العظيم لما بكون متضايقه او ظروف الحياه مضايقاني او تعباني، بقعد افتكر واتخيل المكان اللي انا كنت عايشه فيه، والاوضه بالذات اللي انا كنت فيها. بتالي مش حد كتير عاش فيها يعني. اوضتي كانت عباره بتبص على جنينه. الجنينه دي فيها شجر من الفاكهه، وفيها نخله، وفيها حوالين الشيش بتاع البلكونه داير ياسمين مزروع. انتوا مفكرين ان انا عشت احلى ايام حياتي واجمل ايام حياتي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. بعض الناس اللي بتقولي دي شغاله دي خدامه، اول حاجة الخدمة او الشغل او ما هوش حاجة عيب ولا حرام. ربنا يدومها نعمة علينا. نشتغل ونخدم. اللي بيخدم واللي بيشتغل بيخدم اكل عيشه. عايزه اقول لكم كمان ان كانت في ناس بتغير مني موت موت موت. واقرب الناس اليا كانت بتغير مني، والله العظيم. على كمية الحب اللي انا بتحبها، على كمية الدلع اللي انا بتدلعه من وانا صغيرة. فعلا انا عشت حياة، اجمل حياة عشتها وانا طفلة صغيرة.
ما كنتش مع اهلي، بس عشت حياة جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم، انا كان ناس بتشيلني وانا صغيرة وتلعبني وتجيب لي شوكولاتات وتجيب لي مصاصات وتجيب لي كل الحاجات الجميلة. ايوه دي حقيقة فعلا. مش هقعد بقى احكي لكم مقاسي، مقاسي ياما 28 يوم يا اختي، 28 38 يا بت انت شويه يا بت. يا بت 100 مره اقول لك انا مقاسي 38 ومفيش فايده. يا بت حط في عينك حسوه ملح، بعتلي جزمه يا بت، بعتلي شبشب، بعتلي اي حاجه. ينفع اللي بيحصل ده؟ يو بقى يو بقى يو يو يو. المهم زي ما بقول لكم كده، اجمل ايام حياتي عشتها. ولما كبرت شويه، على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده ممكن انت تكوني اول مرة داخلة قناتي، ممكن انت تكوني اول مرة داخلة قناتي ما تعرفيش، وممكن ناس معايا بقالهم كتير جدا جدا. حبايبي الحلوين الغاليين دايما بيشجعوني ودايما بيقفوا جنبي ودايما بيدعوا لي دعوة حلوة. ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يستركم، ربنا يكفيكم شر المرض وشر المستخبي، ربنا يرزقكم رزق تتعجب له اهل السماوات والارض. ربنا يدومكم في حياتي نعمة، لانه انتوا فعلا نعمة في حياتي. انتوا دايما كلمة حلوة بتقولوها لي، انتوا دايما طبطبة بتطبطبوا عليا، انتوا دايما بتساعدوني جدا جدا. الناس اللي بتدعي لي وتقول يا رب يا نصرة قناتك توصل المليون، لا، مش لازم قناتي توصل المليون، مش هتساعدني كتير يعني. احلى حاجة واجمل حاجة ببقى مستمتعة بيها، اللي بيخش يدعي لي واللي بيخش يقول لي ربنا يديك الصحة، واللي بيقول لي ازيك يا خالتي نصرة، ده كلام جميل جدا وبيساعدني جدا وبيحسسني بالدفء، وبيحسسني ان انا في وسط اهلي فعلا، وفي وسط ناس بتحبني بجد. والله العظيم انتوا اجمل نعمة ربنا سبحانه وتعالى بعتها لي على كبر. فربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمة. عشان كده بقول لكم حاجات انا عاصرتها وعشتها. فانا يا جماعة تربية بشوات، تربية بشوات وبهوات يعني. وانا عمري كده 5 6 سنين رحت. طبعا اللي مش عارف يا جماعة، انا وانا عمري 5 6 سنين ابويا خدني وداني جابني مصر. مصر هي امي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي لونيلك يا مصر. معلش. المهم ابويا جابني لان احنا كنا كتير جدا، كنا 14 اخت واخ. فابويا جابني ويوداني عند الست دي. كنت ماشيه من البلد وانا خايفه ومرعوبه وحافيه، ويعني مش قادره اقول لكم، يعني كنت الرعب كله عايشاه. حاسه بقى ان انا يعني هروح بيت الوحوش، بيت العو، بيت البتاع. ما كنتش متخيله ان في سعاده مستنياني وفي حياه جميله اكتر واحلى واجمل بكتير قوي من الحياه اللي انا كنت عايشاها في وسط اهلي. والله العظيم بجد، هي دي الست دي كانت اهلي وبيتي ووطني وكل حاجه. الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. يا رب يا رب يا رب يعني. يا رب يعني. بس هي اكيد ان شاء الله باذن الله، لان هي كانت ست طيبه جدا، واللي عملته معايا ومع غيري يعني ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها. ربنا يا رب يكتب لها الجنه، ربنا يا رب يلحقها بالصالحين والشهداء. ربنا يا رب يرحمها ويرحم اموات المسلمين، ويرحم اموات ويرحم شهداء فلسطين، ويصلح الحال للأمة الإسلامية كلها. آمين آمين يا رب العالمين. عايزة أقول لكم الست دي كانت بتعمل خير كتير جدا جدا، رغم إنها دايما يقولوا الإنسان اللي ما عندوش عيال ما يحسش بالحنية. بالعكس، دي كانت حنية الدنيا كلها فيها، حنية الدنيا كانت كلها فيها. كان أي حد يجيب لها واحدة صغيرة عيلة غلبانة بائسة تساعدها في البيت، كانت تمسكها تربيها وتعلمها وتجهزها وتسيخها. تسيغها يعني يجيب لها الصيغ، كانت زمان الذهب برخص التراب يعني. وتعمل لها كل اللازم، ويجي لها العريس كده وهي قاعده حاطه رجل على رجل، ياخدها من الفيلا دي اللي انا كنت فيها. في ناس كتير بيقولوا لي طبعا ابويا الله يرحمه ويسامحه ويغفر له، اخدني لما شديت حيلي شويه كده. اما كان عمري مثلا داخل في 12 سنه او حاجه كده، ابويا خدني وقتها. وطبعا يعني توالت الاحداث، بقيت ايه، اروح هنا ويبهدلني هنا وهنا. الله يرحمه بقى، مش هيجوز عليه غير الرحمه. لكن في ناس كتير قالوا لي ان انت كنت ممكن تورثي فيها لو هي ماتت. انا ما كانش هاممني حته ورث ولا اي حاجه، انا كان نفسي افضل معاها، يعني افضل معاها لغايه اخر لحظه. لانها بجد بعد ما ماتت انا ما شفتش حنيه بعد كده، وما شفت السعاده بعد كده، وما شفتش جمال بعد كده. فالله يرحمها ويغفر لها. والناس اللي بتقعد تقول لي انت خدامه انت شغاله، بالعكس انا عشت اللي عمر ما حد عاشه ولا شافه ولا هيشوفه. اتربيت في وسط بشوات، ناس بتدلعني وناس بتلبسني وناس بتاكلني وناس بتفسحني في ارقى الاماكن في مصر وانا طفله صغيره.
اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، نعمة وفضل من عند رب العالمين. حبيت اقول لكم لمحات بسيطة كده عن الذكريات الجميلة. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيديو. واليوم ده هو يوم واحد بس في الاسبوع، وانا بدور دلوقتي على شغل، فربنا يكرمني مش هقعد بس على يوم او يومين في الاسبوع. الحياة صعبة، فقعد في البيت. ادعوا لي كده بحسن الخاتمة، وادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى ما يحوجنيش لحد ولا يحوجكم لحد غير لوجه الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اشوفكم على خير.